السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعيني الأعزاء، ولقاء يتجدد وقناتكم خبر وقصة. النهاردة معانا خبر هيسعد الجمهور. أحمد مكي، مصطفى شعبان، وياسمين عبد العزيز بيحاولوا يكسروا غيابهم وبيرجعوا تاني للسينما مرة أخرى. يلا بينا نسمي بالله ونبدأ الفيديو بتاعنا. يا ريت كلنا نعمل لايك للفيديو ولنشر الفيديو، وكمان اشتراككم في القناة بجد بيفرحني ان انتوا تكونوا من أفراد عيلتي اللي بحبها دايما ودايما مشرفيني. قرر عدد من النجوم وعلى رأسهم أحمد مكي ومصطفى شعبان وياسمين عبد العزيز العودة للسينما بعد غياب سنوات طويلة لأسباب مختلفة. بعد ما كانت بدايتهم خلال السينما المصرية كان فيها تحقيق كبير للنجاحات بتاعتهم، إلا أنهم وجدوا أنفسهم بعيدين كل البعد لسنوات طويلة والأسباب مختلفة. قرروا السنة دي إن هم يكسروا الغياب ده ويرجعوا مرة أخرى للسينما المصرية، والبداية كانت بالنجم أحمد مكي اللي غاب لمدة 11 سنة كاملة عن السينما، وتحديدا منذ تقديم فيلم سمير أبو الليل. قرر العودة بفيلم جديد مع المنتجة إسعاد يونس، وبيجرى العمل حاليا على تحضيره ليكسر بيه مكي غيابه طول السنوات الماضية. حاول مكي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية تقديم عدة أفلام، لكن كل المحاولات ما كانتش بتكمل. فيلم سمير أبو النيل شارك مكي في بطولته دينا الشربيني، نيكول سابا، وحسين الإمام ومحمد لطفي، وكان تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وكانت أحداثه بتدور في إطار كوميدي زي معظم الأعمال اللي بيقدمها. كانت بتدور حوالين الشاب البخيل سمير أبو الليل اللي كان بيعيش في حي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد بتقع عليه العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل المنطقة، وبيزيد كرههم ليه عشان سوء معاملته ليهم. وبين ليلة وضحاها بيمرض ابن عمه حسين أبو الليل، وبيقرر ان هو يترك ثروته كلها لسمير اللي استغل ده وقام بإنشاء قناة فضائية بيناقش فيها أحواله وعلاقاته بأصدقائه وأهل منطقته. مصطفى شعبان كمان لو اتكلمنا عنه هنلاقيه انطلق فنيا في خلال السينما وقدم أعمال كتير، وكان بيقوم بدور البطولة فيها. غاب عننا من 14 عام، وتحديدا منذ تقديمه لفيلم الوتر بمشاركة غادة عادل عام 2010، لكنه أعلن مؤخرا عن عودته أخيرا إلى الشاشة السينمائية، مؤكدا على تعاقده على بطولة فيلم سينمائي جديد، ولا زال المشروع في مرحلة التحضير. لو جينا بقى لياسمين عبد العزيز، قررت هي كمان ان هي ترجع بعد غياب 6 سنوات، وده من خلال فيلم جديد تعاقدت على بطولته مع المنتج احمد السبكي، وبيكتبه خالد جلال اللي تعاون معاه في معظم افلامه. من المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الابطال خلال الاسابيع المقبله. ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها في السينما وكان فيلم الأبلة طمطم اللي تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته حمد المرغني وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد محمود ومصطفى أبو السريع وأيمن وطار وخالد منصور وأنعام سلوسة وشادي ألفونس وتميم عبد، وعدد من الأطفال، ومن تأليف أيمن وطار وإخراج علي إدريس. بنتمنى لهم ان شاء الله مستقبل مشرق، وان هم يرجعوا تاني يمتعونا باعمالهم الفنيه. فنانين كلهم محترمين، تقدروا تتفرجوا على اعمالهم في وسط اولادكم، مفيش اي مشاهد خادشه للحياء، وكل افلامهم ما شاء الله بتكون ليها رساله، والرساله دي بتكون في اطار كوميدي، خاصة الفنانة ياسمين عبد العزيز وكمان أحمد مكي. بتمنى لهم التوفيق جميعا، وأترككم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.